دورات كأس الخليج على مستوى النتائج والألقاب، ولكن يملك الروح القتالية العالية ليسعى من خلالها تذويب الكثير من الفوارق. كرة خطيرة وهدف يمني أول في هذه الوضعية. لسه أتكلم على روح قتالية عالية. يسجل منتخب اليمن بعد 7 دقائق فقط أول أهدافه في هذه المباراة بعد عرضية في منتهى الروعة وغفلة من الدفاع السعودي. يحصل اليمن على هدف مفاجئ للجميع في هذه الأثناء بعد ما يقارب 8 دقائق لعب الآن في هذه المباراة. يا لها من مفاجأة، يا لها من بداية، يا لها من رأسية، يا له من هدف. اليمن تتقدم بالهدف الأول، تترك التاريخ جانبا، تترك الألوان وتفكر في الحاضر وتقدم أداء قويا في هذه المباراة ضد الأخضر بهدف مبكر في منتهى الروعة لفريق نور الدين ولد علي بعرضية برأسية وبهدف أول في شباك العويس. كرة عرضية كانت في منتهى الروعة قبل كل شيء من جانب عبد الواسع الماطري، وبعد ذلك ارتقاء هارون الزبيدي وتسجيل الزبيدي هدف أول في شباك العويس اللي هو في الأصل مدافع. هذا هارون. لا، محمد أمان طويلة إلى الأمام، البيهي خاطئة، هدف ثاني للمنتخب اليمني. هدف ثاني للمنتخب اليمني بهدف كان بغلطة فادحة للدفاع، غلطة فادحة من جانب المدافع علي البليهي، وبعد ذلك يستغل المنتخب اليمني اللقطة ويسجل هدفا ثانيا ليجعل أجواء مثيرة أكثر في استاد جابر مبارك هنا في هذه المباراة. يا إلهي على هذا السيناريو، يا إلهي على هذا السيناريو. من كان يتخيل هذه الوضعية، هذه الصورة، هذه اللقطة، هذا الهدف؟ من كان يتخيل حتى هذه النتيجة؟ المنتخب اليمني اللي كان عنده إيمان بقدراته وإمكانياته يخطف هدف. هدية كانت من المدافع علي البليهي. صبارة كان في هذه الوضعية هدافا فوق العادة وسجل هدف المنتخب اليمني. خطأ كبير من المدافع علي البليهي. الأخطاء في الكرة عندها طبعا أهميتها، وبالتأكيد بدون تفاهم بين المدافع والحارس صبارة يخطف الكرة ويضع الفرحة في اليمن بهذه اللقطة ليسجل اليمن السعيد هدف ثاني في هذه المباراة. تركم انتظار من الجميع. مصعب وسالم في فرصة العودة بعد 30 دقيقة في هذه اللقطة. سالم ترك الكرة، مصعب حطها جميلة بالراس وهدف أول. جميلة اللقطة الأخيرة، كأنه يعيد الأخضر، كأنه يعيد الأخضر. لقد كانت لقطة رائعة بهدف جميل بدون فرحة لرونار. نعم إنه جاء متأخرا، لكن يمكن العودة، يمكن النهوض، يمكن أن نقاتل بشكل أكبر، يمكن أن ننتصر، يمكن أن نغير الكثير من الأشياء لصالحنا في هذه الفترة الصعبة. اللقطة رائعة، الكرة جميلة، العرضية بالمقاس، الرأسية من جانب كنو. الصقور الخضر يعودون في هذه المباراة بلعبة فنية رائعة جدا جميلة من جانب مصعب. ترك الكرة سالم لمصعب الجوير لكي يتصدى هو للضغوطات ويسمح للشاب بأن يقدم نفسه بشكل كبير في هذه اللقطة من أجل الحصول على الهدف الثاني. هي بطولة مصعب، هي بطولة الجوير، ما شاء الله. وإن شاء الله تكون بصمة واضحة في هذه المباراة، ومعها عودة الأخضر، ومعها عودة الأخضر، ومعها عودة الأخضر. يا جوير، يا عيني يا عيني، الله يا مصعب، الله يا مصعب، يا سلام. الأخضر يعود في هذه الأثناء من علامة الجزاء للنجم المتألق في هذه البطولة. خليجي 26 تشهد لمعان أكثر وتألق أكبر لمصعب الجوير، ما شاء الله. يسجل في هذه الأثناء مثل ما فعلها في المباراة الماضية، يصنع في هذه المباراة مثل ما فعلها في المباراة الماضية. يقود وسط الأخضر بثبات استغلال. إن شاء الله هي مع هذه اللقطة للسعودية، مع هذه الركنية، عرضية بالراس والكرة. هي
الثالث يا أخضر، الصقر خضر في الوقت الأخير، في الرمق الأخير في هذه المباراة. عودة من بعيد، الله يا حمدان. هي نعم هي في هذه الركنية ضربة رائعة من بليهي مرة أولى. الحمدان البديل يقلب الموازين، يجعل النتيجة إلى انتصار مثير، ريمونتادا سعودية في وقت متأخر.